السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة زنوبة. فيديو جديد، نتمنى يلقاكم في تمام الصحة إن شاء الله والعافية. أيام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم، يا رب يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبطولة العمر وبالرزق وبداكشي اللي كتمناو يا ربي، ويرفع علينا هذا الوباء هذا يا ربي باش نرجعوا لحياتنا الطبيعية. بسم الله على بركة الله. غادي نوجد معكم اليوم إن شاء الله السفوف أو سلو بطريقة نحاولوا تكون صحية قدر المستطاع. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو زنجلان اللي نقيته من طبيعة الحال. أول حاجة غسلته وخليته هكا تيتشمش حتى نشف مزيان في شميشة، ودزت باش نحمره في الفرن. يمكن لكم كذلك تستعملوا المقلاة، ولكن في الفرن كيجي أسهل على درجة حرارة 200 مع التحراك، لأنه دغيا كيتحمر زنجلان. ردوا البال الى يتحرق معكم وتبقى ديك اللمطه او ديك النسمه ديال زنجلان محروق ما كتجيش زوينه. اللوز حتى هو يا اللي مسحته ودخلته للفرن بالقشور ديالو حتى تحمر. بالنسبه للدقيق تستعملوا اي نوع ديال الدقيق. الا بغيتوا السلو ديالكم صحي اكثر ديروا الدقيق القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو كتكون نخاله رقيقه، ولكن عاودوا طحنوه في هاد الروبو اللي كنطحنوا فيه هاد المكونات الاخرى حتى تحمروه من طبيعه الحال. كما كتشوفوا معايا انا هنايا حمرته في الكوكوط اولا في طنجره الضغط على نار اللي تكون مهيله مع التحريك. عمليه كتقضي شغالك، ومره مره كتحركي الدقيق ديالك احسن من الفرن. وكل واحد يستعمل اللي كتسلكو. ضروري اننا نغربلوه كما كتشوفوا بعد ما كنحمروه كيتشكلوا هاد الكريات هادو، فضروري اننا نغربلوه. غادي ندوزو باش نطحنوا هاد المكونات في روبو اولا نديوهم عند اللي كيطحنوا سلو موجودين دابا وكيطحنوا لينا هاد المكونات جيدا. انا هنا كلشي وجدته في الدار، خديت الروبو وطحنت فيه اللوز ديالي. من الاحسن انكم تطحنوه هو باقي ساخن، هكا ما كياخذش منكم وقت كتير باش كيخرج اللوز هذوك السوائل اللي كتكون فيه. اما الا طحنتوه وهو بارد فراه كيخرج داك الزيوت غير هو كيتعطل. هذا هو الفرق. غادي نطحن تقريبا الكميه واحد الكيلو لاروب، واحد رابعه غادي نخليها، غادي غير نهرمشها باش يجينا اللوز ديالنا نحسوا بهذاك الكروكونت في السلو ديالنا. كما كتشوفوا معايا حتى كنحصل على واحد العجينه ديال اللوز. بنفس الطريقه غادي نستعملها الزنجلان. هذه الطريقه اللي كنستعملوا اننا كنخليو هاد المكونات زنجلان مع اللوز حتى كتولي عجينه، كتخلينا اننا كنستعملوا كميه قليله من الدهون. بنفس الطريقه غادي ندوز باش غادي نطحن الزنجلان. غادي حتى هو بنفس الطريقه غادي ناخذ واحد الكميه وكميه اخرى غادي غير نهرمشها باش تخرج ليا فقط هذيك النسمه اللي كتكون في الزنجلان. ضروري ما تدوزو هكا في الطحانه، ما تخليوش هكا صين، ما كيعطيش ديك النسمه ديالو، فضروري انه يتحل باش تخرج النسمه ديال الزنجلان. غادي حتى هو نطحنو جيدا حتى غادي نحصل على عجينه ديال الزنجلان. كما كتشوفوا معايا الزنجلان ديالنا خرج هذوك الزيوت اللي كيتكون منها، وغادي نوضعو على جنب. وغادي ندوزو باش نحمرو كذلك النافع ديالنا اولا اليانسون حتى هو ضروري اننا نصهدوه عاد نطحنوه. هذا هو اللوز ديالنا، العجينه ديال اللوز هنا مهرمش كما كتشوفوا. هذا هو زنجلان كما كتشوفوا معايا اللي غير هرمشتو اولا غير خرجت منه ديك النسمه. الزبده، حبه حلاوه، اليانسون، العسل، العجينه ديال الزنجلان والدقيق اللي غربلنا مع بعضياتنا وحمرنا. كما كتشوفوا اللون ديالو خصو يكون ذهبي، ما نحمروش الدقيق اكثر من القياس باش ما يجيناش النسمه ديال الدقيق محروق في السلو ديالنا. نحاولوا غير نخليو اللون ديالو هكا ذهبي. غادي نحتاج كذلك الملح والمسكه الحره. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع نصهدوهم عاد نطحنوهم
ونغربلوهم باش نحصلوا على بودره ديال حبه حلاوه مع اليانسون. وبالنسبه للمسكه الحره اما نطحنوها مع شويه ديال السكر ثقيل اولا نطحنوها مع ديك الملعقه ديال الملح اللي غادي نستعملو في السلو. هنا غادي ندوز باش غادي نخلط هاد المكونات جيدا. سمحوا لي كنحاول انني نقول جميع المعلومات باش ما ننسى حتى شي معلومه. غادي ندوز باش نخلط هاد المكونات، ناخذ شي صحن اللي يكون كبير باش هكا يقدنا. كما كتشوفوا ضفت العجينه ديال اللوز مع العجينه ديال الزنجلان، ضفت كذلك هذاك الزنجلان اللي كما قلت لكم ضروري اننا نهرمشوه باش يخرج ديك النسمه وديك الريحه اللي كتكون فيه. ما نخليوهش صاين، نحاولوا اننا نخدموا الطحانه غير واحد الدوره ولا جوج معالق كبار مملوئين جيدا ديال القرفه مدقوقه، وجوج معالق كبار ديال اليانسون، وجوج معالق كبار مملوئين جيدا ديال حبه حلاوه. الملح ملعقه صغيره مع المسكه الحره، انا طحنتها مع المسكه الحره. درت واحد الكميه ديال العسل قليله، انا هنا خديت نصف كيلو ولكن راني ما استعملتوش كامل. وغادي نخلط هاد المكونات في الاول مع بعضياتها حتى كتنسجم ليا جيدا. وعاد غادي نبدا كنضيف في الزبده. انا هنا استعملت الزبده ذات اصل حيواني، يمكن لكم تخلطوا ما بين الزبده والزيت الزيتون اللي كيبغي زيت الزيتون، كاين اللي كيبغي يستعمل الزيت النباتيه، ولكن نحاولوا اننا نستعملوا زيت نباتيه تكون غير مهدرجه لانها غير صحيه. والزبده نباتيه من طبيعه والزبده ذات اصل حيواني فراها صحيه، فما نخافوش منها. انا هنا استعملت تقريبا واحد 300 غرام ديال الزبده، وانتم على حسب يعني غادي نتخلطوا عينكم ميزانكم. الا جاكم السلو ديالكم ناشف راه كتزيدوا الزبده. وكما قلت لكم الا بغيتوا تخلطوا ما بين الزبده والزيت الزيتون حتى هو، كاين اللي كيبغي يستعمل زيت الزيتون في السلو، انا ما تعجبنيش المذاق ديالو. وحتى الا استعملتوا زيت الزيتون حاولوا تختاروا واحد الزيت اللي تكون هكا شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله وتجي البنه ديالها والنسمه ديالها باينه في السلو ديالكم وغالبه على باقي المكونات. نحركوا هاد المكونات جيدا مع بعضياتها. كما كتشوفوا معايا انا هنا ما ضفتش نهائيا السكر ثقيل لانني مني ضقت جاتني الحلاوه ديالو هو هذاك. ضفت اللوز مهرمش وغادي نخلط هاد المكونات. انا هنايا غادي ندلكها في العجانه فقط، هنا غير غادي نخلط هاد المكونات غير باش تنسجم ليا مع بعضياتها، ولكن غادي ندوز باش غادي نخلطها في العجانه. غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الزبده، نحاولوا الزبده نضيفوها غير بالقياس، عيننا ميزاننا حتى الا بان لينا السلو ديالنا ناشف عاد نزيدوا الكميه الاخرى. في العجانه غادي نضيف هاد الكميه دفعات اولا غادي نقسمها الى اجزاء هكا باش تدلك ليا جيدا. وانتم الا عندكم العجانه ديالكم من الحجم الكبير ديروا الكميه كامله في آن واحد. غادي نخليها كتدلك ليا جيدا ونحاول انني هكا نحركها من الجوانب لان هذاك الخليط ديال السلو تيلصق هكا في الجوانب حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. ودوك المكونات كيزيدوا كيخرجوا دوك الزيوت اللي كتضمن وكتجي كيزيد كيعطيني داك السلو ديك التعليكه اللي كنقلبوا عليها. هنا في طريقه التزيين ديال السلو ديالي خديت واحد الغطاء ديال الطاجين ووضعت فيه السلو ديالي هكا باش كنحصل على هاد هكا على هاد الهرم، اولا ناخذ مول ونوضعوا فيه السلو ديالنا باش نزينوه بحبات ديال اللوز اللي قليتهم، وغادي نزين بهم الوجه ديال السلو ديالي. نتمنى ما نكون نسيت حتى شي معلومه، ونتمنى ان هذا الفيديو هذا يفيدكم، ونتمنى اللي باقي ما وجدش السلو ينوض يوجدوا، راه مازال الحال. وبهذا الفيديو ديالنا راه وصل للنهايه ديالو. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق المحفزه، واللي باقي ما انضمش لقناه زنوبه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل خاصيه الجرس هكا باش توصلوا بجميع الفيديوهات اللي كننزل. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو إن شاء الله فيديوهات قادمة مع وصفات جديدة. خليتكم على خير وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.